مرحبا بكم في قناتي. اليوم سأروي لكم بالتفصيل قصة نبي الله إدريس عليه السلام، نبي عظيم عرف بحكمته وعلمه، وذكر في القرآن الكريم في عدة مواضع. سنغوص في تفاصيل حياته ونتعلم الدروس والعبر من سيرته المباركة. استعدوا معي لهذه الرحلة الروحية الشيقة. ولد إدريس عليه السلام في زمن قريب من عهد النبي شيث عليه السلام، وهو حفيد لآدم عليه السلام. نشأ في بيئة مؤمنة تعلم فيها عبادة الله وطاعته منذ صغره. كان إدريس عليه السلام يتمتع بعقل راجح وعلم واسع، مما جعل الله يصطفيه نبيا ورسولا. كان إدريس عليه السلام معروفا بحكمته وفطنته، وقد علمه الله العديد من العلوم والمعارف، حتى أصبح من أوائل من خط بالقلم وعلم الناس القراءة والكتابة. إضافة إلى ذلك كان يعرف حساب النجوم، وعلم الناس مهنا كثيرة مثل الخياطة والزراعة والبناء. إدريس عليه السلام كان شخصا متفوقا في كل مجال تعلمه، يعتبر من أولى الشخصيات في تاريخ البشرية التي استخدمت القلم والورقة، مما ساهم في تقدم المعرفة ونقلها إلى الأجيال اللاحقة. وقد أعجب الناس بعلمه، وكانوا يتجمعون حوله للاستفادة من حكمته وتوجيهاته. أرسل الله إدريس عليه السلام إلى قومه ليدعوهم إلى عبادة الله وحده، وترك عبادة الأصنام والشرك بالله. واجه إدريس عليه السلام تحديات كبيرة في دعوته، حيث كان قومه غارقين في الشرك والمعاصي، لكنه لم ييأس، بل استمر في نصحهم وتحذيرهم من عواقب الكفر والضلال. كان إدريس عليه السلام يدعو قومه بالحكمة والموعظة الحسنة، ويستخدم الأمثلة والقصص لتوضيح الحقائق وتبيان عظمة الله. على الرغم من الصعوبات التي واجهها، إلا أنه ظل ثابتا على دعوته، يسعى لهداية قومه بكل إخلاص وتفان. من أهم القصص المتعلقة بإدريس عليه السلام هي صعوده إلى السماء، فقد رفعه الله إلى مكانة عالية واصطفاه بكرامة عظيمة. جاء في القرآن الكريم في سورة مريم: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. مريم 67 وقد ذكرت الأحاديث النبوية أن إدريس عليه السلام رفع إلى السماء الرابعة. القصة التي تروى عن صعود إدريس عليه السلام إلى السماء مليئة بالعبر والدروس. يقال إن إدريس طلب من الله أن يرفعه إلى السماء ليرى ملكوته ويعبده عن قرب، وقد استجاب الله له وأرسله مع أحد الملائكة في رحلة عبر السماوات. وفي السماء الرابعة التقى إدريس بعدد من الملائكة الذين أظهروا له عجائب خلق الله، وبينوا له عظمة قدرة الله. كان إدريس عليه السلام عبدا صالحا طائعا لله، يكثر من العبادة والصلاة والصيام. كان يذكر الله في كل وقت وحين، ويسعى لنشر الخير والعدل بين الناس. كان يعطي كل ذي حق حقه، ويحث قومه على مكارم الأخلاق والابتعاد عن الفساد والظلم. إدريس عليه السلام كان ملتزما بالعبادة والطاعة لله على الدوام. كان يقضي الكثير من الوقت في التأمل والتفكر في خلق الله، ويتحدث مع الناس عن أهمية الإيمان والعمل الصالح. كان قدوة حسنة في الزهد والتقوى، وكان يشجع الناس على الابتعاد عن الدنيا والتفكر في الآخرة. روى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في إحدى الأحاديث أن إدريس عليه السلام كان صديقا مقربا لأحد الملائكة، وقد طلب منه إدريس أن يصعد به إلى السماء ليزورها ويرى ملكوت الله. فأخذه الملك في رحلة عظيمة عبر السماوات حتى وصل إلى السماء الرابعة، حيث كتب الله له أن يبقى هناك. كما يروى عن إدريس عليه السلام أنه كان يعيش حياة بسيطة وزاهدة، يبتعد فيها عن الترف والملذات الدنيوية. كان دائما يسعى لتعليم الناس الأمور الدينية والدنيوية، ويوجههم للطريق المستقيم. في إحدى القصص يقال إنه علم قومه كيفية قياس الزمن عن طريق النجوم والكواكب، مما ساعدهم في تنظيم حياتهم اليومية. إدريس عليه السلام كان قدوة في الزهد والتقوى، وكان يشجع الناس على الابتعاد عن الدنيا والتفكر في الآخرة. كان دائما يسعى لتعليم الناس الأمور الدينية والدنيوية، ويوجههم للطريق المستقيم. عاش إدريس عليه السلام حياة طويلة ومليئة بالإنجازات والعبادة، وكان مثالا يحتذى به في التقوى والصلاح. لكن لكل بداية نهاية،
وجاء يوم رحيله عن الدنيا. يروى أن إدريس عليه السلام لم يمت كما يموت باقي البشر، بل رفع إلى السماء الرابعة حيث يقيم حتى يوم القيامة. وقد أثيرت العديد من الأحاديث والروايات حول وفاته، إلا أن الأمر المؤكد هو أنه عليه السلام كان محبا ومخلصا لله حتى آخر لحظة في حياته. قصة إدريس عليه السلام تحمل لنا العديد من الدروس والعبر. أهمية العلم والمعرفة. إدريس عليه السلام كان من أوائل من علم الناس الكتابة والقراءة والعلوم المختلفة. الصبر في الدعوة. بالرغم من تحديات دعوته لم ييأس إدريس عليه السلام واستمر في نصح قومه. العبادة والطاعة. إدريس عليه السلام كان قدوة في العبادة والتقوى، وهذا ما رفع منزلته عند الله. الرفعة عند الله: من يطيع الله ويعبده بصدق يرفع الله منزلته ويكرمه، كما فعل مع إدريس عليه السلام. ختاما، كانت هذه قصة نبي الله إدريس عليه السلام بالتفصيل. إذا أعجبتكم القصة لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لمزيد من القصص الرائعة. شكرا لكم على المشاهدة.